انا النهارده جاي اكلمك في حاجه مهمه جدا، وكمل الفيديو ده للاخر لو انت بتحب تيشيرتات الكوره، لو عندك تيشيرتات كوره بتجمعهم او حتى مش بتجمعهم، عشان الفيديو ده هيقول لك ازاي تحافظ على تيشيرتات الكوره بتاعتك في احسن شكل واحسن صوره. عشان بصراحه انا بشوف كتير على السوشيال ميديا تيشيرتات متدمره خالص، وانا اول ما ابتديت القصه دي واول ما ابتديت احب التيشيرتات واجيب تيشيرتات كوره بوظت تيشيرتات كتير قوي. كنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي تحافظ على تيشيرت الكوره بتاعتك في الغسيل وتغسلها ازاي بالطريقه المظبوطه، وهسيب لك الاي بتاعتها فوق على اليمين هنا. وكنا عملنا فيديو برضو ازاي تراجع الاسم او الرقم اللي على التيشيرت بتاعتك زي الجديد لو ابتدى يتشال. برضو هسيب لك الاي بتاعته فوق على اليمين، اتفرج عليه بعد الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده. طب يا ترى انا جاي اكلمك في ايه النهارده؟ من العنوان بتاع الفيديو واضح ان الفيديو هيكلم عن ازاي تخزن تيشيرتات الكوره بتاعتك. لو انت واحد مجرد عندك كام تيشيرت كوره قليلين بتلعب بيهم ماتشات، او واحد دي الهوايه بتاعته زي كده وبيحب يجمع تيشيرتات الكوره وعنده اكتر مثلا من 100 تيشيرت كوره، او لو واحد عنده فوق ال 100 تيشيرت وتيشيرتات كتيره قوي ومجنون تيشيرتات، يعني الفيديو ده لكل الناس اللي انا قلت عليها دي. عشان النهارده في الفيديو ده هقول لك على 5 طرق ازاي تحافظ وتخزن تيشيرتات الكوره بتاعتك بطريقه سليمه عشان ما تبوظهاش، ولو حبيت تبيعها باعلى سعر. بس زي ما انا بفيدك فيدني وانزل اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس ويستفيدوا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول طريقة معانا وهي الأسهل والأرخص في كل اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ده، وهي الشماعة. لو أنت مثلا عندك دولاب كبير ويكفي كل التيشيرتات اللي عندك أيا كان عددهم، فما تفكرش في طريقة تخزن بيها التيشيرتات بتاعتك غير الشماعة. الشماعات رخيصة جدا وفي كل البيوت بالهبل ومترطرطين في كل الدواليب. يا ترى ليه الشماعة هي أحسن حاجة للتيشيرت؟ أولا بتحافظ على شكل التيشيرت إن هي دايما تفضل مفرودة، والشماعات نفسها خفيفة ورخيصة وموجودة في كل البيوت. وميزه مهمه كمان ان هي بتحافظ لك على التيشيرتات اللي عليها بيانات مهمه او اسم ورقم عايز تحافظ عليه، عشان لو جيت فكرت تطبق التيشيرت لمده طويله او لفتره طويله وعليها اسم او رقم او بيانات زي اللي وريتها لك على التيشيرت كده مهمه بالنسبه لك وهي اصلا اساس التيشيرت، فالطباعه دي هتتطبق ومش هترجع زي ما كانت. ولو تفاصيل صغيره على التيشيرت زي اللي وريتها لك تحت شعار اسبانيا كده، فممكن تبتدي تطلع من على التيشيرت لو كانت التطبيقه على الطباعه دي ممكن تطلع من التيشيرت، فبالتالي التيشيرت كلها هتبوظ، حتى لو ما باظتش شكلها مش هيبقى كويس. وزي ما قلت لك في الاول ان الارقام والاسامي هتفضل متطبقه ومش هترجع زي الاول. تاني طريقه معانا وهي العلب. ميزه من مميزات العلبه ان ليها مقاسات كبيره لو عندك كميه كبيره من التيشيرتات وما عندكش مثلا دولاب كبير يشيل كل التيشيرتات دي. الميزه الثانيه للعلبه ان انت تعرف تتنقل بتيشيرتاتك بسهوله، عشان بتجمع عدد كبير من التيشيرتات في حاجه واحده وتشيلها وتمشي بيها. وكمان العلب الكبيره في منها كتير بيبقى ليها عجل ممكن تجرها كمان معاك، ولكن زي ما قلنا في الطريقه الاولانيه حاجه مش كويسه خالص للتيشيرتات اللي عليها طباعه، فحاول على قد ما تقدر ما تحطش في العلب تيشيرتات فيها اسامي او ارقام لعيبه مهمه بالنسبه لك. ونصيحه مني تانية، لو انت مخزن العلب دي في حتت نظيفه او ما فيهاش تراب كتير، حاول تفتح الغطا، عشان قفله الغطا مع كبسه الهواء جوه ممكن تلزق اللوجوهات او السبونسرز في بعض، مش هتبوظ ولكن مش احسن حاجه. تالت طريقه وهي برضه هنستخدم فيها الشماعات، ولكن هي الكلوزنج راكس، او ممكن نسميها كده حوامل الهدوم اللي في المحلات. هتشوف صورتها قدامك دلوقتي. الكلوزنج راكس دي ميزتها ان هي بتجمع تيشيرتات كتيره مفروده على شماعه في حته واحده. وميزه كمان الكلوزنج راك دي بتتحرك فسهله في التنقل لو جوه بيت او جوه استوديو او جوه اوضه، اسهل من الدولاب. ولكن عيوبها كتيره شويه، وهي ان لو جبت واحد رخيص فالتقل بتاع التيشيرتات او كميه التيشيرتات الكبيره ممكن تكسره بسهوله، وعشان تجيب واحد يستحمل فهتدفع كتير وبياخد مكان كبير في المكان اللي انت فيه، فانت لو ما عندكش اصلا مكان في اوضتك او مكان في الاستوديو بتاعك فهيزحم الدنيا زياده عن اللزوم. الطريقه رقم 4 وهي ان انت تبروز التيشيرتات. بروزه التيشيرتات عاده بتبقى للتيشيرتات المهمه قوي، لو تيشيرت مثلا ممضيه من لاعب، او تيشيرت مثلا اتلبست في ماتش وعرفت تاخدها من لاعب، او حاجه مميزه قوي انت مش عايز تبوظها وعايز تحطها كده زي المتحف في اوضتك، فانت بتجيب التيشيرت وبرواز مخصوص للتيشيرت دي بسمك معين وتبروز التيشيرت وتحافظ عليها وتحطها عندك في اوضتك او ايا كان. مميزات بروزه التيشيرت ان هي محطوطه على الحيطه او متعلقه على الحيطه، فمش هتاخد مكان في الارض مثلا او في الدولاب او ايا كان. طبعا شكل مميز جدا في اوضتك بالذات لو هي ممضيه من لاعب او ايا كان، ولكن عيوبها ان انت انسى تلبس التيشيرت دي تاني، عشان التيشيرت دي هتبقى جوه برواز متثبته في الكرتونه اللي هي ماسكه التيشيرت بدبابيس وبنس وحاجات كده مخليها
تلاقيها مفروده جوه البرواز، زائد ان لما تكون جوه البرواز لفتره طويله فالتنيات بتاعت التيشيرت اللي جوه البرواز هيبقى صعب جدا ان هي تروح. فتبروز التيشيرت امتى؟ تبروزها لو انت معاك تيشيرت قيمه جدا ومش عايز تبوظها في اللبس او في الغسيل، ومتاكد مليون في الميه ان انت مش عايز تلبسها وعايز تسيبها كديكور. واخر طريقه معانا وهي ان التيشيرت تكون ديكور للاوضه. زي ما انت شايف كده ورايا كل فيديو بيكون فيه تيشيرت متعلقه، والتيشيرت دي للفيديو وديكور للاوضه. بيبقى شكل الاوضه مميز ومختلف وحلو جدا لو انت معلق كده في اوضتك او في الاستوديو بتاعك او في المكان اللي انت قاعد فيه 3 أو 4 تيشيرتات فوق سريرك او على حيطه معينه، عاملها كده زي متحف للتيشيرتات. يمكن اللي بيتفرج عليا اول ما في الاستوديو هنا قبل اللوجو ده كان في مسمار فوق كنت بعلق تيشيرت تانية برضه. ميزه ان التيشيرت تبقى ديكور للاوضه ان انت ممكن تغير التيشيرتات كل يوم، وهتعرف تلبس التيشيرتات برضه، وهتحافظ عليها مفروده زي ما اتكلمنا في الاول. ولكن هتمسمر في الحيطه فممكن تبوظها، ولكن في رايي شكل التيشيرتات على الحيطه يستحق. دول كانوا 5 طرق تحافظ على كواليتي التيشيرت بتاعتك وشكلها ونظافتها في احسن شكل، عشان كل مره تلبس فيها التيشيرت بتاعتك المفضله تكون كانها جديده، عشان برضه لو حبيت تبيعها وتعمل مصلحه فالتيشيرت تبقى 100 100. شكرا انك شفت الفيديو، ما تنساش سبسكرايب واللايك لو عرفت افيدك. استناني في افكار فيديوهات تعليميه كده جايه قريب. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.